في حاجة اتكلمت عليها وقلت اني هتكلم عليها اكتر تاني، وهي الاكتئاب. ايه الحاجات اللي ممكن تخرجنا من الاكتئاب؟ حاجات بسيطة يعني بتساعد، وعن تجربة شخصية، وكمان في دراسات وحاجات عن الحاجات دي يعني. والتوحد عند البنات الجزء 38 وتابع الاكتئاب اللي هو كان تاني حاجة اتكلمنا عليها في المتلازمات. وهنكمل ازاي احنا ممكن نتصرف مع الاكتئاب. انت لو عندك اكتئاب تعمل ايه؟ وبرضو يعني بصلها من جهة تانية، لو شخص انت عارفه بيعاني من الاكتئاب، انت ازاي ممكن تساعده ان هو يخرج من الحاجة دي، بان انت تساعده في النقط اللي انا هقولها دي. لازم ان احنا نفكر في الاول في الحاجات الاساسية. ايه الحاجات الاساسية بتاعتنا؟ النظافة الشخصية، والاكل، والمية. دي الحاجات الاساسية اللي هنركز عليها في الاول، وبعد كده هنتكلم بقى عن النوم وكده. المهم، اول حاجة تنظف الأوضة بتاعتك، غير السرير، نظف الاسطح، الحاجات لمعها، السجاجيد، الارض، ايا كان. اللي هو ظبط الدنيا كلها كده بحيث ان انت تحس ان انت قاعد مرتاح وكل حاجه جديده. حط معطر او اي حاجه في الجو، حطه على الفرش. تاني حاجه، خد لك دش حلو، رطب شعرك كويس، غير هدومك، الكلام ده كله. حتى لو مش قادر يعني اجبر نفسك ان انت تعمل الحاجات دي، هتلاقي نفسك واحده بواحده انت اساسا بتبقى احسن. هي صعبه جدا جدا اساسا ان انت تتحرك من على السرير، انا عارفه، بس صدقني صدقني ده بيفرق جامد. بعدين شوف اي اكل، شوف يكون عندك بروتين، يكون عندك نشويات، يكون يعني ظبط لك طبق ما تعانيش وانت بتاكله، يعني هو يكون على طول على الاكل. إيه، حتى سندوتش، اي حاجه اي حاجه موجوده عندك، رتب لنفسك حاجه جميله كده تفتح الشهيه يعني. حط في دماغك كده ان الاكل ده هيبقى مفيد لجسمك وهيصحصحك والدنيا هتبقى تمام. حط لنفسك جنبه حبه عصير حلوين، حط لنفسك ميه. وحاجه كمان انا اكتشفتها فيا واكتر من حد برضو اتكلم على الموضوع ده، ان بيساعدهم لما بيشربوا في ازاز، يعني مش من الازازه نفسها. ده بالنسبه لي ساعدني. فاعمل كده، املا لك ازازه حلوه كده ميه، وكل استمتع. هتلاقي نفسك هديت نفسيا، الاوضه بتاعتك مريحه لعينيك، مريحه لنفسك كده. الريحه جميله، انت مستحمي، هدومك حلوه، كل حاجه تمام. آه، طبعا بقى بالذات لو بنت وشعرها طويل وكده، تسرحي شعرك، ده برضو شعور كويس قوي. اعمل روتين كامل، اغسل سنانك لو بقالك حبة مكتئب ومش بتغسل سنانك. لو بتحبي تعملي سكين كير، ويعني عندك طاقة ان انتي تبقي احسن اكتر او تحسي بشعور احسن اكتر. ولما تاكل كمان نفسيتك هتتحسن كتير، ولما كمان يبقى في جسمك اي سوائل، المية والعصير والكلام ده وكده، بالحاجات اللي موجودة في البيت، بأبسط حاجة، اي حاجة. لازم برضو يعني انا بشوفها حاجة مهمة ان يكون في حاجة سكريات، فاي حاجة حلوة عندك، اي حاجة حلوة ممكن تعملها، حتى لو معلقة عسل، ايا كان تمر، ايا كان الحاجة اللي موجودة يعني. وبعدين شوف ايه الحاجات اللي بتريحك اللي ممكن تعملها. ممكن ان انت ببساطة تسمع اغاني، في ناس بترتاح جدا من الاغاني. انا بالنسبة لي مش بحب كده ومش بفضل كده يعني. عايز مثلا تسمع قرآن. حاجة تانية برضو من الحاجات اللي بتساعد وبشوفها حاجات مهمة قوي، حاول ان انت يكون ليك دور في البيت، حتى لو دور بسيط قوي بالذات في الوقت ده. ان انت مثلا تغسل مواعين، او ان انت تطبق غسيل، أو اللي هو حاجة بسيطة قوي وحاجة مش محتاجة مجهود يعني، ولا كرياتيفيتي ولا ايا كان. بس انت تساعد في البيت، تساعد تعمل حاجة. شوف ايه الحاجات اللي بتحب تعملها. عندك مثلا هواية معينة، هتلاقي عندك شوية طاقة ان انت تعمل الحاجة دي، وفي نفس الوقت الحاجة دي مش دريننج قوي زي ان انت مثلا تخلص شغل او تذاكر او الكلام ده او كده. في لعبة بتحب تلعبها، فيديو جيم، ايا كان. صحابك ممكن حد منهم ان هو يجيلك او ان انت تنزل لهم، يعني على حسب طاقتك تيجي لايه، وعلى حسب ايه الحاجات اللي مش بتبقى دريننج بالنسبة لك انت، والحاجات اللي انت هيبقى نفسك مفتوحة ليها يعني. لو بتحب تكتب، لو بتحب ان انت تتعلم لغة، اي حاجة من الحاجات دي برضو ايه، هتحسسك ان انت بتعمل حاجة جديدة، بتعمل حاجة كويسة. بقالك طبعا اكيد من فترة الاكتئاب ما عملتش الحاجة دي. انا مثلا فاكرة مرة لما جالي اكتئاب قعدت انحت، كان اول مرة في حياتي نحت مج. عملته من الاول يعني، كان حاجة جميلة وخلاني افرغ طاقتي فيه. لو بتحب ترسم، لو بتحب تعزف حاجة معينة، لو بتحب مثلا ان انت تروح تحضر عرض او حاجة، بس يعني اعتقد مع فترة اكتئاب صعب اوي ان انت على طول تخرج كده. لو في مسلسل بتتابعه، لو في فيلم عايز تتفرج عليه، اللي هو حاول ايه، انت في الفترة دي بتحاول
تريح نفسك، اللي هو ازاي ممكن ارتاح، جسمي ازاي ممكن يكون مرتاح، ازاي انا اكون متغذي فعلا. حاجة تانية برضو مهمة، رياضة. بجد مش بقول بس اللي هي اعمل رياضة واعمل اللي هي التنفس، ازاي تتنفس بشكل سليم. وعلى فكرة الحاجات دي مهمة، يعني شكلها عبيط هي بتتقال، انا فاهمة ده، بس بجد بجد دي من الحاجات الاساسية، ان جسمك يتحرك، عضلاتك واعصابك كل ده بيفك، وكل ده بيحس ان هو بيعمل حاجة، هو بيفوق. عارف اللي هو حرفيا هو نايم فانت بتفوقه، فهو بيبقى فيه نشاط، فجسمك بيبقى فيه نشاط، فجسمك مع عقلك كل حاجة فيك هتبقى في نشاط، ان انت تعمل حاجة في نشاط. عارف اللي هو مش تعمل حاجة، ان انت ما تفضلش نايم على السرير، ان انت ما كنتش خلاص اللي هو انا قافل من الحياة، اللي هو مش عايز اعمل حاجة، مش عايز حاجة من الدنيا. اللي هو الشعور ده بيجي مع فكرة بقى الارهاق الجسدي الجامد. فاحنا بنحاول ان احنا نقوم جسمنا، في نفس الوقت ازاي بنقوم عقلنا، في نفس الوقت ازاي احنا فعلا بنحس ان احنا كويسين. فاحنا لازم نعمل الحاجات دي كلها مع بعض. والحاجات دي كلها على فكرة هي متعبة مؤلمة، ويا لهوي هقوم، بس بجد 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 كل ما تخلص حاجة منهم انت هتحس باللي هو اكن الطاقة بتاعتك بتزيد، اكنها بطارية، وكل شوية بتزيد حاجة، بتزيد 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 بتزيد, بتزيد لحد ما فعلا هتحسها اللي هو مكتملة، اللي هو انا كويس، انا قادر اعمل حاجة. حاجة صعبة جدا، يعني مش بقول انها يلا دي حاجة سهلة، بس بجد بجد حاجة دي هتفرق معاك جامد جدا جدا جدا. وبعدين بقى لو جالك اللي هو الحماس وعايز تخلص حاجة، لان انا اوقات كتيرة بيجيلي بقى اللي هو شعور لا انا عايزة اخلص، كان ورايا كذا وعايزة اعمل كذا وعايزة اذاكر كذا وعايزة اعمل كذا. ابدأ طلع الحاجات اللي عايز تعملها، استمتع. انت هتستمتع وانت بتعمل الحاجة دي اصلا، لان انت عندك طاقة عايز تطلعها، وبتطلعها في الحاجة اللي المفروض كانت تتعمل. فهتحس اساسا بشعور الانجاز ده، مع ان انت بتعمل الحاجة بقلب قوي، مع ان انت عندك طاقة ان انت تعمل الحاجة، تبقى حاجة عظيمة. فدي بجد 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 نصيحة، يعني اتمنى انها تفيدكم، واتمنى ان انا لما يجيلي اكتئاب اسمع لنصيحتي دي، ويبقى عندي الطاقة الكافية ان انا اقوم. وزي ما قلت لو بقى حد انت تعرفه عنده اكتئاب، انت تقدر تساعده في الحاجات دي، فساعده بقى ان هو مثلا يروق، ان هو كذا كذا كذا، وبس كده.